ما شاء الله علينا يا مصريين، بنعمل كحك طعمه خطير وريحته بتجيب آخر الدنيا، وأكيد كلنا عارفين. ما شاء الله، حتى لو أول مرة تعملي كحك بإذن الله هيطلع مظبوط معاكي. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ومقدما كده كل عام وانتم بخير يا حلوين. نبدأ بقى. أنا هعمل معاكم كيلو من الدقيق. طبعا كنت هستخدم العجان، هركن العجان على جنب علشان معظمنا ما عندوش عجان، وهنشتغل يدوي كده مع بعض. مبدئيا كده الميزان، الحاجات دي لازم نستخدم لها ميزان لان هي بالجرامات علشان تطلع معاكي مظبوطه يا ست الستات او يا ست البنات. اول حاجه في ناس وانا شفتها بعينيا لازم تصفري الميزان. يعني تصفري الميزان، تحطي اي حاجه هتحطيها على الميزان تكوني قافله الميزان، وبعد كده تفتحيه وانت حاطه الحاجه زي ما انت شايفاني مثلا كده، حاطه الكسرولة وبعد كده بدات اشغل الميزان اصفره. طب تعالوا نفرض مثلا شغلت الميزان زي ما شفتوا معايا كده، وقمت مثلا حاطه اي حاجه كده، مثلا كده الوزن بتاعي الحاجه اللي انا حطاها، وهقوم مثلا حاطه سمنه او سكر او ايا كان بقى الحاجه اللي انا حطاها، فما ينفعش. فضروري جدا يا حلوين لازم تصفري الميزان، تحطي الحاجه على الميزان وبعد كده تشغليها. متهيألي كده سهل وبسيط. انا هستخدم معاكم 550 جرام من السمنه البلدي، اي سمنه بقى متوفره عندك اشتغلي بيها. طبعا هستخدم كيلو دقيق. طبعا لو بتحبي الكحك بتاعك ناعم هتستخدمي 550 جرام. ما بتحبيش كحكك يكون ناعم، برضو في ناس اعرفها ما بتحبش الكحك يكون ناعم، فهتستخدمي 450 من السمنه للكيلو علشان نبقوا متفقين. برضو نفس الطريقه هصفر الميزان للطبق اللي هحط فيه الدقيق. انا هعمله طبعا على البارد، مش هعمله على السخن، مش هقدح السمنه يعني لان هي كميه بسيطه، وهقول لكم ايه فايده اللي بنقدح له سمنه، وهقول كل حاجه في الفيديو ده ان شاء الله. هنا صفرت الميزان. اول حاجه بقى نوع الدقيق، اي دقيق متوفر في الاسواق البروتين فيه بيبقى قليل لان احنا مش هنعمل عيش. وعلى فكره حتى لو ارخص دقيق ما تخافيش. هنا طبعا معايا 995 جرام. بصي بقولك بالجرامات، هخليه 1000 جرام يعني كيلو. تنخلي الدقيق كويس وبتجيبيه من عند مستلزمات الحلواني افضل، لان هم بيستخدموا الحاجات دي للحلويات يعني بيوزعوها، فتجيبي من عنده بديل العطار يعني افضل من العطار. وبراحتك بقى لو انت ضامنه دقيق وبتشتغلي بيه هاتيه واشتغلي بيه. لكل كيلو الحشوه هتاخد نص كيلو. مثلا الحشوه هنا جت معايا 525، يعني في 25 جرام زياده في الحشوه، مش مشكله دي كليها عادي. بالنسبه للملبن يفضل تجيبي لون يكون فاتح، بلاش الغامق، بيبقى واخد تسويه زياده في المصنع فبينشف معاكي. تعالوا بقى يا حلوين علشان مقدار السوائل. مثلا الكوبايه دي، تعالوا الاول كده. هنا مثلا لو عندك اي حاجه معياريه، معظمنا بيبقى متوفر عنده الحاجات المعياريه اللي هي بالملي. هنا حتى انا بحاول كده اشاور لكم بحاجه علشان صباعي ما يداري